السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كارثة الزيوت المسمومة في المغرب هي حادثة تسمم جماعي وقعت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من سنة 1959 بالمغرب، حيث ظهرت حالات تسمم عندما يقارب 20,000 شخص، منهم من توفي ومنهم من أصيب بأمراض مزمنة وإعاقات دائمة، وذلك في مدن مختلفة، خاصة في مكناس وسيدي سليمان وسيدي قاسم والخميسات. حدث الأمر حينما استهلكت ضحايا زيوت طبخ كانت تحتوي على مادة ثلاثي كريسيل الفوسفات، ومصدرها زيوت تشحيم طائرات حربية اشتراها تجار من سماسرة في القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة بالمغرب، وخلطوها بزيوت نباتية وبيعت للمغاربة بأثمان بخسة. كانت تلك الزيوت عبارة عن مادة كيميائية سامة ليس لها لون أو رائحة، مزجت بزيت طعام عادي يستعمل في الطبخ. وتعرف تلك الزيوت في أمريكا باسم ثلاثي كريسيل الفوسفات. كانت تستعمل في محركات الطائرات العسكرية، ونظرا لكمية السموم التي تحتويها فإن مجرد استنشاقها يؤدي إلى ظهور بعض الأمراض. وتعتبر هذه الحادثة ثاني أكبر كارثة عرفها المغرب بعد زلزال أكادير. بعدما غادرت القوات العسكرية الأمريكية قواعدها، تركت مواد كيميائية تستعمل لصيانة محركات الطائرات، وكانت من ضمنها زيوت تشحيم المحركات النفاثة المحتوية على ثلاثي كريسيل الفوسفات، معبأة في براميل، فاستولى عليها 5 أفراد من قاعدة جوية أمريكية في النواصر، وخلطوها بزيت طهي كان يسمى زيت الغزال، وبيعت في قوارير انطلاقا من الدار البيضاء لتغرق أسواق مدن مكناس، سيدي سليمان، سيدي قاسم والخميسات ومناطق أخرى، حيث أقبل على شرائها الكثير من العائلات لثمنها البخس. فبعد استهلاك تلك الزيوت المسمومة بأيام أو حتى ساعات معدودة، اكتظت المستشفيات بحالات التسمم الخطيرة والقاتلة، ووجد الأطباء أنفسهم أمام جيش من المرضى بمرض قاتل ومجهول. وأحدث هذا الحادث المجهول هلعا وسط الساكنة، حيث كثرت الآراء حول الموضوع، فهناك من اعتقد أن الحادث متعلق بالجن، وهناك من هرول إلى مدن أخرى معتقدا أن ما أصاب الآخرين هو مرض معد، لتكون النتيجة إصابات الآلاف الأشخاص عند تناول تلك الزيوت بأمراض كانت تبدأ بارتفاع كبير في درجات الحرارة، وفي كثير من الأحيان كانت تؤدي المضاعفات إلى شلل في بعض الأطراف. وقضى كثيرون بسبب تلك السموم، وأصيب من بقوا على قيد الحياة بأمراض مزمنة، وعانى كثيرون من إعاقات دائمة. فلمعرفة أسباب تفشي المرض، أرسلت منظمة الصحة العالمية عالمي أوبئة من جامعة أوكسفورد، وكشفت التحقيقات التي أجراها الطبيبان مع بعض المصابين أن مصدر المرض مرتبط ببعض المنتوجات الغذائية، بحسب الصحفي الكندي بيتر ديسباغات. فإن إحدى الدلائل المهمة هي أن التفشي بدأ محصورا في طبقة الحرفيين المغاربة، وأشارت دراسة أجراها الفريق البريطاني إلى أنه لم يصب أي شخص من 200 ألف يهودي مغربي، والأوروبي الوحيد الذي أصيب في مكناس هو رجل تبنى أسلوب الحياة المغربية، مؤكدا أن اليهود والمسيحيين والمسلمين يأكلون بشكل مختلف في المغرب. كما اكتشف الفريق أنه لم تسجل أي إصابة في صفوف القوات التي كانت تعيش في التكنات ولا حتى السجناء. وذهب علماء الأوبئة إلى فرضية التسمم الغذائي، وأثناء تحليل الأطعمة التي يحتمل أن تكون سامة، لفت طبيب من مكناس انتباه سميث نحو زيت يستعمل في الطهي، وأضاف أن الطبيب كان يعرف عائلة كانت تشكك في زيت داكن وأعطت منه لكلبها، وبعد ذلك بدا كل شيء على ما يرام، وقرروا استعمال الزيت في الأكل. وفي غضون أيام قليلة أصيب الجميع بمرض غريب، وكذلك الكلب. وقد حمل التحقيق المسؤولية ل5 تجار من الدار البيضاء ومكناس وفاس، حيث أدينوا ببيع 15 طنا من الزيوت المغشوشة خلال أشهر قليلة في جميع أنحاء البلاد. وقد نفي جميعهم تماما أن تكون لديهم أي نية لتسميم زبنائهم بأي شكل من الأشكال. وأثناء محاكمة الجناة،
طرح إشكال قانوني في مسألة تكييف التهم التي تتناسب والأفعال الجرمية التي ارتكبها الجناة. فالقانون الجنائي الذي تركه المستعمر الفرنسي كان يعاقب على جريمة التسميم من 6 أشهر إلى 3 سنوات حبسا نافذة، وهو ما جعل القضاة يحتارون أمام التكييف الملائم للجرائم المقترفة التي لا يمكن أن تخرج عن دائرة القتل عن سبق الإصرار والترصد. هذا الإشكال لم يتركه الأمير الحسن الثاني يسيح في متاهات التفسير القضائي، حيث طلب من المجلس الاستشاري من سن قانون يعاقب على جريمة التسميم في الأقصى بالإعدام، كما أمر بتطبيق هذا القانون بأثر رجعي ليشمل مرتكبي هذه الفاجعة.